باعتقادي كان هذا اليوم يوم ناجح واشترك فيه جميع الطلاب وبعض الأهل، يدل على نشاط إدارة المدرسة والمعلمين. نحن بحاجة إلى مثل هذه الفعاليات التوعية الصحية والبيئية في جميع المدارس. نتمنى أن تحذو كثير من المدارس حذو هذه المدرسة وتفعل الطلاب في هذه المضامين الهامة جدا في الحياة اليومية والمحافظة على البيئة. شكرا. الجدة أخرى، التغذية كثير تأثر على نوم الطفل، على ساعات نومه، على أي ساعة ينام أي ساعة يقعد. ونعرف إنه المخ يتطور بالنوم، فترة النوم، فترة ما يكون العجي نايم محركات، هذه فترة النمو تاعت المخ. إذا العجي ما نام زين وده تصير مثل عكوف أو تأثير على نمو الطفل نفس الشيء على مستوى الطاقة للعجل. كثير عجال نجي على المدرسة بدون فطور. أهم شيء الوجبات، تقسيم الوجبات للطفل، إنه يكون عنده 3 وجبات رئيسية بالإضافة ل3 وجبات خفيفة أو وجبتين خفاف. من هنا الزوادة اللي يجيبها على المدرسة، عشان هيك مهم إنه الطفل كل يوم قبل ما يجي على المدرسة إنه يفطر. الفطور تقريبا أهم وجبة. العجال بتيجي من الفطور على المدرسة بتجي نعسانة تعبانة، ما عندها قوة، ما عندها، بتجي مفلسة يعني. عشان هيك مهم كثير إنه العجل يفطر قبل ما يجي على المدرسة. نعم، احنا بهاي الاسبوع احنا عملنا اسبوع العلوم الصحة وجودة البيئة. احنا بدينا بهذا الاسبوع من يوم الاثنين ويستمر حتى يوم الخميس. الهدف من هذا الاسبوع من هاي الفعاليات هو زي ما تعرف انه موضوع العلوم والتكنولوجيا هو موضوع اساسي في وزارة المعارف، يدرس لجميع الطلاب من الصف الاول وحتى السادس من مدرستنا. وموضوع هذا موضوع العلوم والتكنولوجيا موضوع مهم جدا، فلذلك يعني حتى انه كل التطور والصناعات بعصرنا تعتمد بالاساس على موضوع العلوم والتكنولوجيا. تقدم العلوم والتكنولوجيا بعصرنا هذا له تأثير واحيانا سلبي على حياة الانسان وحتى على موضوع جودة البيئة. وموضوعنا احنا هذا الاسبوع حبينا انه نربط العلاقه بين التطور التكنولوجي والعلوم، تطور العلوم والتكنولوجيا، وبين صحه الانسان وبين البيئه كيف تاثر يعني. فلذلك احنا سمينا هذا الاسبوع اسبوع العلوم والصحه وجوده البيئه. اذا نجي مثلا للصناعات كيف تلوث، الصناعات هي لها تاثير، وش تلوث الهواء، تلوث المياه وتلوث اليابسة، وكل هذا يرجع بالمضرة على الإنسان. الفعاليات هذا الأسبوع هي هدفها إنه حتى نبين للطالب إنه إحنا بحاجة للتقدم بهذا العصر، بس من جهة ثانية إحنا هذا التقدم مش لازم يأثر سلبي على حياة الإنسان وعلى جودة البيئة، لازم يكون بتوازن بين الناحيتين. لذلك أغلبية الفعاليات في هذا الأسبوع هي تعتمد على العلوم. احنا طبعا قمنا بتجارب علمية بغرفة المختبر، عملنا تجارب علمية أو ورشات عمل داخل المدرسة، وعملنا طلابنا كمان أخرى طلعوا على أحضان الطبيعة ونزلناهم على وادي الملك حتى يتعرفوا على النباتات والحيوانات اللي هي بيئة وادي الملك. عملنا كمان أخرى طبعا هذا المشروع وادي الملك تحت يعني خلينا نقول من قبل جمعية حماية الطبيعة، اللي هم جم طبعا بشكل على مدار يومين ساعدونا في هذا الموضوع. عملنا محاضرات في موضوع الصحة عن طريق جمعية الألفية في أم الفحم، اللي هو موضوع المحاضرة للأمهات، الوقاية من الحوادث والإصابات البيتية. كمان أخرى كان في عندنا محاضرات للطلاب بهذا الموضوع. عندنا كمان أخرى زورونا جمعية مكافحة مرض السرطان وأعطوا محاضرة للأولاد بهذا المجال. عندنا كمان أخرى بمتبرعات صبايا اللي أعطانا محاضرة لأولادنا عن مش بس لأولاد كمان للأمهات عن التغذية السليمة والصحيحة. كمان أخرى طلابنا بهذا المجال مجال يعني عملوا ورشات عمل بمجال الاستحداث، يعني لمهم اللي هي القناني البلاستيك الموجودة مثلا بالبلد وعملوا أشكال
حتى اشكال اللي هي زينه اللي علقوها بالمدرسه وداخل الغرف. عملوا كمان الورق اللي عملوا شغلات كمان اخرى مرتبه، عملوا من الخشب شغلات اللي هي مرتبه، يعني حتى نبين لاولادنا انه يعني من النفايات نقدر نسوي اخرى الشغلات اللي هي زينه بالمدرسه، وشغلات اللي تكون يعني خلينا نقول ترجع بالفائده على المدرسه واولادنا. احنا مدرستنا منضمه لموضوع المشروع، فتنا على مشروع اللي هو اسمه المدرسه الخضراء، وقاعدين احنا نحاول انه ننمي عند اولادنا التربيه اللي هي تربيه حمايه البيئه. لاجل هذا السبب احنا كل تقريبا فعاليات هذا الاسبوع اللي هي اغلبيتها كانت مختصه بهذا المجال، مجال الاستحداث ومجال محاضرات، كل شيء خاص بالبيئه. الحمد لله صار عندنا نوع من الوعي عند طلابنا، طبعا بمساعده المعلمين والمركزين بهذا المجال، والحمد لله احنا رايحين كمان بالسنه الجايه والسنه اللي بعديها بالسنوات المقبله، يعني راح نتابع هذا الموضوع، راح نحاول، لانه بالتالي اذا احنا نمينا هذا الموضوع، موضوع البيئه والحمايه على جوده البيئه، راح يعني يرجع بالفائده مش بس على اولادنا، على كمان. احنا بهذه المناسبه كمان نشكر جميع المعلمين، نشكر جميع المركزين، نشكر ممرضه المدرسه، نشكر كل الجمعيات، جمعيه الألفية اللي اجوا من عندنا وتبرعوا بهذا اليوم، ونشكر كل من ساهم. حدينا كمان وصلنا صبايا لان متبرعات الخدمه الوطنيه اللي ساعدونا بنجاح هاي الفعاليات. نشكر كمان موقعكم لونك على هاي التغطيه الاعلاميه. اهلا وسهلا.